طلبة الصف الأول الثانوي، هناخد مع بعضنا الدرس الثاني، جمع وطرح المصفوفات. ركزوا معايا كده. عشان أجمع مصفوفتين عندي شروط مهمة جدا. أول حاجة لازم يكون مصفوفتين على نفس النظم، يعني لو عندي مصفوفة ألف على نظم 2 في 2 ومصفوفة باء على نظم 2 في 2 ممكن أعمل عملية الجمع أو الطرح، يبقى لازم يكونوا على نفس النظم. طب هجمع ايه بعد كده؟ هجمع كل عنصر مع نظيره، يبقى هنجمع او نطرح العناصر المتناظره. طب المصفوفه الجديده اللي هيطلع في الاخر مصفوفه، المصفوفه الجديده دي هتبقى على نظم برضو 2 في 2. يبقى الشرط المهم جدا اللي لازم يكونوا على نفس النظم، وكمان المصفوفه الناتجه هتبقى على نفس النظم. طب هنبدا ناخد سؤال كده وعلى مهلنا. مديني هنا مصفوفه الف ومصفوفه باء، عايز اجيب الف زائد باء. عايز اجمع الف زائد باء، اكتب المصفوفه الف 2 1 3 سالب 2 دي على نظم 2 في 2 زائد المصفوفه باء 5 2 2 3 برضه على نظم 2 في 2. لما اجي اجمع الجمع سهل جدا، بعمل ايه؟ بجمع كل عنصر ونظيره، 2 و5 يبقى 7، 1 و2 يبقى 3، 3 و2 يبقى 5، سالب 2 وموجب 3 يبقى موجب 1. يبقى كده جمعنا. يبقى إذا بجمع كل عنصر ونظيره. طب لو عايز أجيب ألف ناقص باء، بص ممكن أعمل إيه؟ بدل ألف ناقص باء أكتب ألف زائد سالب باء. يبقى هقول المصفوفة ألف عشان بتنجز معايا، ألف 3 ألف عندنا 2 1 3 سالب 2 زائد، واضرب المصفوفة باء في سالب 1. لما اضرب اغير اشارتها كلها، تبقى سالب 5 تبقى سالب 2 تبقى سالب 2 تبقى سالب 3. يبقى اذا بدل ما اقول الف ناقص باء كتبت الف زائد وضربت باء في سالب 1. بعد كده ابدا اجمع عادي خالص. اقول كده موجب 2 وسالب 5 يبقى سالب 3، موجب 1 وسالب 2 يبقى سالب 1، موجب 3 وسالب 2 يبقى موجب 1، سالب 2 وسالب 3 يبقى سالب 5. وخلصت الاجابه بتاعتنا على كده. طيب ناخد سؤال تاني، ركزوا معايا. مديني مصفوفة ألف ومصفوفة باء ومصفوفة جيم، بيقول لي اوجد إن أمكن عايز أجيب 2 ألف زائد جيم. طيب عندي هنا المصفوفة ألف على نظم كام في كام يا جماعة؟ على نظم 3 اللي هو 3 صفوف في عمودين. طب المصفوفة باء عندي برضو 3 في 2. المصفوفة جيم على نظم صفين وعمودين 2 في 3. طيب ركزوا معايا، أنا عايز أجيب 2 ألف، 2 ألف هتبقى على نظم 3 في 2. طب مدور جيم لما أعمل مدور لجيم هتبقى 3 في 2. يبقى عملية الجمع ممكنة. يبقى هبدأ أقول له كده هجيب 2 ألف زائد مدور جيم. يعني إيه 2 ألف؟ أبدأ أضرب المصفوفة ألف في 2، نضرب في 2 كل عناصر تبقى دي 2 و2 في 3 تبقى 6 وهنا 8 وهنا سالب 4 وهنا 10 وهنا 4 زائد هجمع عليها مدور ج. هخلي الصف ده عمود يبقى 2 0 سالب 1، خلي الصف التاني عمود يبقى 3 4 6. كده نبدأ نجمع عادي خالص وخلصت على كده. هيبقى 2 و2 4، سالب 4 و3 يبقى سالب 1، 6 و0 يبقى 6، 10 و4 يبقى 14، 8 وسالب 1 يبقى 7، 4 و6 يبقى 10. دي المصفوفة الجديدة وخلصت على كده. طيب عايزين نجيب مصفوفة اسمها باء زائد ج. نشوف كده، باء يا جماعة على نظم 3 في 2، أما الجيم على نظم 2 في 3. ينفع أجمع كده؟ لا، يبقى أقول له كده عملية الجمع غير ممكنة. ليه غير ممكنة؟ لأن مش على نفس النظم. خلص السؤال كده؟ خلص السؤال كده. طيب ناخد سؤال تاني. مديني هنا ألف مصفوفة وعندي باء وعندي مصفوفة اسمها ج. عايزين نجيب 4 ألف ناقص 2 باء زائد نص ج. عادي 4 ألف ناقص 2 باء زائد نص ج بالراحة عشان ما نغلطش. عندي هنا 4 ألف، هضرب مصفوفة ألف في 4 تبقى دي 4 في 2 تبقى 8 تبقى سالب 4 تبقى 0. 4 في 1 4، 4 في 3 ب 12، 4 في 4 ب 16. بدل ناقص هكتب زائد، بدل ناقص 2 باء اكتب زائد، بس هضرب الباء في كام يا جماعة؟ في سالب 2. يبقى هضرب باء في سالب 2.
تبقى -4، تبقى -2 في -2 موجب 4، -2 في -1 بموجب 2، -2 في 5 ب-10، -2 في 3 ب-6، -2 في -3 بموجب 6، زائد نص ج. هضرب الج في نص، يعني كأني هقسم على الاتنين. ده يبقى 0، 4 على 2 2، بعد كده -2 على 2 -1، -6 على 2 -3، 8 على 2 4، -2 على 2 -1. طيب لو أنا مش هعرف أجمع مرة واحدة ممكن نستخدم الدمج، أو ممكن حد يقول لي أستاذ أنا هجمع مرة واحدة. هقول 8 و-4 يبقى 4 و0 يبقى 4، 4 و4 8 و2 10، -4 و2 يبقى -2 و-1 يبقى -3، 12 و-10 موجب 2 و-3 يبقى -1، 0 و-6 يبقى -6 وموجب 4 يبقى -2، 16 و6 يبقى عندنا 22، 22 و-1 يبقى 21. وخلص السؤال على كده. فهمنا عاملة ازاي؟ طيب ركزوا معايا. إذا كان أ بكذا وب بكذا، عايز أثبت إن أ زائد ب لكل مد، يعني أنا جمعت المصفوفتين وجبت لهم مدور، هو لو أنا جبت مدور الأولى وجبت مدور التانية بعد كده جمعتهم. عايز أثبت الخاصية دي. هنثبتها بعد كده، هنستخدمها في مسائل كتير. يبقى أ زائد ب لكل مد بيساوي أ مد زائد ب مد. طيب أنا أول جزئية هجيب أ زائد ب بس. هجمع أ زائد ب، -3 1 2 5 زائد الباء 2 4 -1 3. هبدأ أجمع كده، -3 و1 و2 يبقى -1، 1 و4 يبقى 5، 2 و-1 يبقى موجب 1، 5 و3 يبقى 8. أنا جبت أ زائد ب. المصفوفة الجديدة اللي طلعت معايا اللي هي أ زائد ب دي هجيب لها المدور. أبدأ أجيب المدور، أخلي الصف دوت عبارة عن عمود، الصف ده أخليه عمود، ودي هنسميها رقم 1. الجزء التاني بقى هبدأ أشتغل، أجيب مدور أ وأجيب مدور ب، بعد كده نبقى نجمعهم. يبقى هجيب مدور دي وأجيب مدور دي ونجمعهم. أ مد، نبدأ نجيب المدور كده. عندي هنا هبدأ أشوف كده أخلي الصف دوت عمود، يبقى -3 1 و2 و5، وده أخلي برضه نفس الكلام 2 4 نخليه عمود، 2 4 -1 و3. أبدأ أجمع كده، -3 و2 يبقى -1، 2 و-1 يبقى 1، 1 و4 يبقى 5، 5 و3 يبقى 8. لو بصينا كده الناتج ده والناتج الأول ده هو ده بالظبط. يبقى أ زائد باء مد هو بيساوي أ مد زائد باء مد، وكمان الخاصية دي بتنطبق لو ناقص. فهمنا بس الكلام دوت؟ طيب ناخد سؤال تاني، ركزوا معايا. بيقول لي إيه؟ اوجد قيم أ وباء وج. مديني 3 في المصفوفة دي بيساوي 2 في المصفوفة دي زائد دي. معادلة عادية، بس المعادلة عبارة عن مصفوفات. ماشي. هبدأ أشتغل جزئية جزئية. 3 مضروبة في المصفوفة، قلنا لما نضرب 3 في المصفوفة التلاتة تتضرب في كل عناصر المصفوفة، يبقى 3 أ 3 باء 3 ج و3 في 3 بيساوي 9. بيساوي، عندي هنا المصفوفة دي مضروبة في 2 يبقى 2 أ، وهنا 2 في 6 ب 12، 2 في -1 بسالب 2، 2 في 3 ب6، زائد 4 باء زائد 4 ج زائد 3، وهنا 3. هبدأ أجمع المصفوفة دي وأساويها باللي عندي. يبقى اللي عندي ده هنزلها زي ما هي، 3 أ 3 باء 3 ج وهنا 9 بيساوي 2 أ زائد 4، 2 أ زائد 4، 12 زائد باء زائد 4 يبقى باء زائد 4 زائد 12 يبقى باء زائد 16، -2 زائد ج زائد 3 يبقى ج زائد 3 و-2 يبقى ج زائد 1 بس، 6 و3 يبقى 9. طب إحنا خدنا لما مصفوفة بتساوي مصفوفة بنعمل إيه؟ بساوي كل عنصر بالنظير بتاعه. طب ركز كده. يبقى هبدأ أقول 3 أ بيساوي 2 أ زائد 4. هقول كده 3 باء بيساوي باء زائد 16. هقول كده 3 ج بيساوي ج زائد 1. يبقى ساويت كل عنصر بالنظير بتاعه وهكذا. طيب
نجمع ألف في طرف نودي ده بعكس الإشارة، يبقى 3 ألف ناقص 2 ألف بيساوي 4. 3 ناقص 2 يبقى ألف بس بيساوي 4، يبقى جبنا ألف. هنا 3 باء نودي بقى بعكس الإشارة، يبقى سالب باء بيساوي 16، يبقى 2 باء و16 نقسم على الاتنين يبقى باء بيساوي 8، يبقى جبنا باء بيساوي 8. بعد كده عندنا 3 ج بيساوي ج زائد 1، نودي ج بعكس الإشارة، يبقى 3 ج ناقص ج بيساوي 1، يبقى 2 ج بيساوي 1 نقسم على الاتنين يبقى ج بيساوي نص. يبقى أنا كده عرفت أجيب الألف وعرفت أجيب الباء وعرفنا نجيب الج اللي هو عايزه. طيب ركزوا معايا، بيقول لي المصفوفة دي زائد زائد مدور دي بيساوي المصفوفة دي. عايزين نجيب قيمة ك وس وص. طيب نشتغل على مهلنا. المصفوفة الأولى 2 4 سالب 3 و5 زائد، مش زائد دي، زائد مدور دي، نجيب مدور دي. الصف ده نخليه عمود يبقى 1 وسالب 3. 2 6 ادي 2 6 بيساوي 3 ك سالب ص و2 س و11. طيب نبدأ نجمع كده، 2 و1 يبقى 3، 4 و2 يبقى 6، سالب 3 وسالب 3 يبقى سالب 6، 5 و6 يبقى 11 بيساوي 3 ك وسالب ص و2 س و11. طيب نبدأ نساوي كل عنصر بنظيره. يعني عندنا هنا 3 ك بيساوي 3، هكتب اهو 3 ك بيساوي 3. عندنا سالب ص بيساوي 6، سالب ص بيساوي 6. عندنا 2 س بيساوي سالب 6، 2 س بيساوي سالب 6. نقسم على التلاتة يبقى ك بيساوي 1. نقسم على السالب 1 يبقى ص بيساوي سالب 6. نقسم على الاتنين في الطرفين يبقى س بيساوي سالب 3، يبقى جبت له السين والصاد والكاف اللي هو عايزهم. طيب هناخد شوية خواص كده، خواص عملية الجمع اللي هو كنا بناخدهم، بس هناخدهم في المصفوفات، اللي هو كنا بناخد إيه؟ الانغلاق وإبدالية ودامجة والحاجات دي اللي إحنا كنا بناخدهم، بس إحنا كنا بناخدهم في الأعداد. النهاردة هناخدهم في حاجة اسمها المصفوفات. يبقى خواص عملية جمع المصفوفات. يبقى هناخد خواص عملية جمع الإيه؟ المصفوفات. لو عندي أ وباء وج ثلاث مصفوفات على نظم م في ن، أنا على أي نظم نفس النظم، وإن المصفوفة دي عرفناها مصفوفة صفرية على نفس النظم. هنبدأ ناخد شوية خواص. أول حاجة، أنا لما يبقى عندي مصفوفة أ على نظم 2 في 3 وجمعت عليها مصفوفة أ على نظم 2 في 3، إيه اللي بيطلع معايا؟ أو مصفوفة باء تاني على نظم 2 في 3، يعني مصفوفتين على نفس النظم، بتطلع عملية الجمع ممكنة، بتطلع برضو مصفوفة على نظم برضو 2 في 3. دي بنسميها خاصية الانغلاق. إيه الانغلاق؟ مصفوفة زائد مصفوفة تديني مصفوفة على نفس الإيه؟ النظم. يبقى دي أول خاصية عندنا. يبقى أول خاصية اللي هي خاصية الانغلاق، مصفوفة زائد مصفوفة تطلع مصفوفة على نفس الإيه؟ النظم. طيب لما أقول كده هجمع المصفوفة أ زائد باء هو باء زائد أ، يبقى عملية الجمع برضه عملية إيه؟ إبدالية. لو عندي 3 مصفوفات أ زائد باء زائد ج مش عارف أجمعهم مرة واحدة، ممكن أجمع دول بس واللي يطلع نجمع عليه المصفوفة التالتة، بنسميه الدمج. طب يبقى انغلاق والإبدال والدمج. طيب نروح كده لباقي الخواص. عندي هنا مصفوفة صفرية دي اسمه محايد لعملية الجمع، يعني لو عندي مصفوفة أ جمعت عليها المصفوفة الصفرية هتديني أ. يعني لو عندي هنا 2 5 3 4 زائد الصفرية، احنا عارفين كل عناصرها ايه؟ اصفار، تديني 2 5 3 4. يبقى إذا المصفوفة الصفرية دي اسمها محايد جمعي، محايد لعملية الجمع. المعكوس الجمع بقى، لو عندي مصفوفة أ معكوسها الجمع يبقى سالب أ، يعني 2 5 سالب 1 3. المعكوس الجمعي نغير الإشارة كله، يبقى سالب 2 سالب 5 موجب 1 سالب 3. يبقى ده معكوس جمعي. لو أنا جمعت المصفوفة دي زائد المعكوس الجمعي هيدينا مصفوفة صفرية مش صفر. يبقى مول أ مصفوفة زائد معكوسها الجمعي مش صفر. صفر دي الإجابة غلط، أمال إيه؟ مصفوفة صفرية. إحنا مش بنحكي على الأعداد، بنحكي على المصفوفات. يبقى المعكوس الجمعي نغير الإشارة، لما أجمع أي مصفوفة معكوسها الجمعي يديني مصفوفة صفرية. خواص دي مهمة جدا. قلنا واحنا بنشرح من شوية، لو أنا الطرح مش عارف أتعامل معاه بكتب زائد وبنضرب ده في سالب أسهل لنا. خدنا خاصية أ زائد باء أو ناقص باء الكل مد، هي أ مد لوحده وباء مد لوحده وبينهم زائد أو ناقص. يما أدور المصفوفة مرتين، خدناها في الدرس الأول، نرجع للمصفوفة الإيه؟ الأصلية.
طبعا عملية الطرح ولا إبدالية ولا دمجية، الطرح، لكن احنا كل الخواص اللي خدناها للجمع. طيب ركزوا معايا كده ناخد كام سؤال. عندي هنا مصفوفة ألف وعندي مصفوفة باء، بيقول لي إيه؟ اوجد المصفوفة س، عايز أجيب المصفوفة س. تمام، بيقول لي هنا 3 س زائد 2 باء بيساوي ألف. طب أنا هكتب له كده 3 س بيساوي ألف، بدل هنا 2 باء أوديها بعكس الإشارة يبقى سالب 2 باء. يبقى 3 س بيساوي ألف بس بكام؟ نكتب مصفوفة ألف سالب 1 2 3 1 5 7 4 0 2. بدل ناقص دي هكتب زائد، بس أضرب بقى في كام يا جماعة؟ زي ما قلنا من شوية سالب 2. نضرب بقى في سالب 2 تبقى سالب 2 تبقى سالب 4 تبقى سالب 6 تبقى موجب 4 تبقى سالب 8 تبقى صفر تبقى صفر تبقى موجب 2 تبقى موجب 6. هبدأ بعد كده نجمع، يبقى عندي 3 س بيساوي المصفوفة الجديدة اللي هنجمعها سالب 1 وسالب 2 يبقى سالب 3، 1 وسالب 4 يبقى سالب 3، 4 وسالب 6 يبقى سالب 2، 2 و4 يبقى 6، 5 وسالب 8 يبقى سالب 3، صفر وصفر يبقى صفر، 3 وصفر يبقى 3، 7 و2 يبقى 9، 2 و6 يبقى عندنا 8. طيب احنا وصلنا كده جبنا المصفوفة 3 س بتساوي ده، أنا عايز س بس، س بس. يبقى أقسم على التلاتة أو أضرب في تلت. لما أضرب هنا في تلت أضرب الناحية التانية في تلت، دي هتضيع. لما عدد يتضرب في المصفوفة قلنا يتضرب في كل العناصر، يبقى هضرب المصفوفة كلها في تلت كأني هقسم كل العناصر على التلاتة. نقسم على التلاتة، سالب 3 على التلاتة يبقى سالب 1، سالب 3 على التلاتة يبقى سالب 1، سالب 2 على التلاتة، سالب 2 على التلاتة هنكتبها سالب 2 على التلاتة ما تقبلش، 6 على التلاتة 2، سالب 3 على التلاتة يبقى سالب 1، صفر على التلاتة يبقى صفر، 3 على التلاتة 1، 9 على التلاتة 3، 8 على التلاتة ما تقبلش. يبقى جبنا المصفوفة اللي هي اسمها س وخلصت على كده. طب ناخد سؤال تاني. بيقول لي هنا إذا كانت س مد زائد المصفوفة دي بتساوي المصفوفة دي، عايز أجيب س. طيب برضو ده سؤال سهل، أقول له هنا مدور المصفوفة س بيساوي المصفوفة اللي عندي دي 4 1 7 3، أودي دي بعكس الإشارة ناقص 1 2 5 3، وديتها ناقص. ممكن أعمل خطوة تاني أقول س مد 4 7 1 3، بدل ناقص دي أكتبها زائد، بس أضرب المصفوفة دي كلها في سالب 1 تبقى سالب 1 سالب 2 سالب 5 سالب 3. بعمل كده عشان ما نغلطش. يبقى س مد بيساوي، نجمع كده 4 وسالب 1 يبقى 3، 1 وسالب 2 سالب 1، 7 وسالب 5 يبقى 2، 3 وسالب 3 يبقى 0. يبقى مدور س بيساوي المصفوفة دي. أنا عايز أجيب س نفسها، آخد س مد دي أعمل لها مد تاني. إحنا خدنا س مد يديني مين؟ س. يبقى المصفوفة اللي طلعت عندي دي مش س، دي مدور س. أدور تاني أرجع لس، هدور دي كده هتبقى الصف ده نخليه عمود يبقى 3 سالب 1، الصف التاني نخليه عمود تاني 2 0. يبقى س مد اللي هي س، يبقى جبنا س كده 3 و2 وسالب 1 و0 وخلصت على كده. فهمنا اتعملنا ازاي؟ طيب ناخد سؤال تاني. بيقول لي هنا ايه؟ السؤال ده ممكن نحله بطريقتين. المصفوفة دي اللي هي 2 ألف مد زائد المصفوفة دي يدينا مصفوفة صفرية. الكلام ده بيحصل في حالة واحدة بس، في حالة المعكوس الجمعي. أي مصفوفة زائد معكوسها الجمعي يديني المصفوفة الصفرية. يعني أكيد عندي الجزء ده عبارة عن المعكوس الجمعي المصفوفة دي. يعني 2 ألف مد هو عبارة عن مصفوفة اسمها سالب 6 سالب 2 صفر سالب 8 موجب 10 سالب 4. يبقى خدت المصفوفة دي جبت لها المعكوس الجمعي، عشان لو أنا حطيت المصفوفة دي زائد دي هيدي المصفوفة الصفرية. ممكن أفكر كده. بعد كده أقسم على الاتنين يبقى ألف مد تبقى سالب 3 سالب 1 صفر سالب 4 5 سالب 2. بعد كده أجيب عايز أجيب ألف، نجيب المدور. الصف ده نخليه عمود سالب 1 سوري سالب 3 سالب 1 صفر سالب 4 5 سالب 2 وخلص. حد يقول لأ مش هعمل كده. أنا هقول 2 ألف مد بيساوي المصفوفة الصفرية، أودي بعكس الإشارة ناقص
6 2 0 8 سالب 10 4. طيب عندنا هنا 2 ألف مد، المصفوفة الصفرية كل عناصرها إيه؟ أصفار. هيبقى عندي هنا 0 ناقص 6 يبقى سالب 6، 0 ناقص 2 يبقى سالب 2 وهنا 0، 0 ناقص 8 يبقى سالب 8، 0 ناقص سالب 10 يبقى موجب 10، 0 ناقص 4 يبقى سالب 4. بعد كده نقسم على الاتنين يبقى ألف مد سالب 3 سالب 1 0 سالب 4 5 سالب 2. نجيب المدور، سوري أنا عايز أجيب ألف بس، يبقى نجيب إيه؟ المدور. يا إما نجيب المدور كده، ألف مد هجيب لها مد هيديني المصفوفة ألف اللي إحنا عايزينها، ناخد ده كده يبقى سالب 3 سالب 1 0 سالب 4 5 سالب 2. نفس الإجابة، حل بالطريقة اللي تعجبك. عندنا سؤال حلو جدا كده فيه فكرة حلوة، ركزوا معايا فيه. مديني هنا إذا كانت س زائد 2 س مد بيساوي كذا فأوجد المصفوفة س. مديني مصفوفة زائد مدورها بيساوي المصفوفة دي، عايزين نجيب المصفوفة س. في طريقتين ممكن نحل بيهم، ركزوا معايا. هاخد كده س زائد 2 س مد بيساوي المصفوفة اللي هي 9 14 13 6. هسمي دي رقم 1. المصفوفة دي أو المعادلة دي هجيب لها المدور، هدور المعادلة كلها. يا اما ادور المعادلة كلها تبقى دي اسمها س مد، تبقى دي اسمها 2 س مد مد يبقى س. انا لما ادور المصفوفة مرتين ارجع للاصلية، ودي هتبقى 9 14 13 6. هسمي دي معادلة التانية كأن عندي معادلة دي. ادي س ده مجهول وس مد مجهول، س مد مجهول وس مجهول، يبقى عندي معادلتين في مجهولين. طيب ممكن نعمل حاجة، نرتب كده، أخلي دي س س مد ودي س س مد. طب نرتبهم كده، يبقى هنا هكتب دي 2 س تحت السين أهو. هرتب هكتب كده 2 س زائد س مد. طيب عشان كنا بنحل كنا بنقول إيه؟ لازم أتخلص من السين أو من السين مد عشان يتبقى مجهول واحد. طيب لو أنا عايز أتخلص من السين مد دي، أتخلص منها إزاي؟ لازم المعامل هنا 2، لازم المعامل يبقى هنا 2. يبقى ممكن أضرب المعادلة دي في سالب 2 عشان يبقى سالب 2 مد وموجب 2 مد يبقى صفر. طب يبقى إذا المعادلة الأولى هنزلها زي ما هي، س زائد 2 س مد بيساوي 9 13 14 6. هضرب دي في سالب 2 تبقى سالب 4 س، تبقى سالب 2 س مد، ولما أضرب دي هضربها في سالب 2 تبقى سالب 18، تبقى سالب 26، تبقى سالب 28، تبقى سالب 12. هبدأ أجمع المعادلتين، هقول له كده بالجمع. ركزوا معايا كده لما أجمعهم. طيب هنا عندي موجب 1 وسالب 3 سالب 4 يبقى سالب 3 س. هنا موجب 2 وسالب 2 يبقى عندنا هيدينا مصفوفة صفرية يبقى صفر. طيب نجمع دول كده على مهلنا. 9 وسالب 18 يبقى سالب 9، 14 وسالب 26 يبقى سالب 12، 13 وسالب 28 يبقى سالب 15، 6 وسالب 12 يبقى سالب 6. هقسم على السالب 3 يبقى المصفوفة س بتساوي، لما أقسم على السالب 3 يبقى 3، ودي هتبقى 4 وسالب 15 على السالب 3 يبقى 5، ودي تبقى 2. جبت س وخلص السؤال على كده، هو عايز المصفوفة س. في حل تاني نبدأ نفرض ونشتغل، نفرض إن المصفوفة س بكذا ونشتغل. خلينا في الحل دوت، لو عايزين الحل التاني يبقى ننزله. طيب عندنا هناخد أسئلة، احنا كده خلصنا الدرس، ما إلا هناخد أسئلة بس. بيقول لي هنا إيه؟ 2 في المصفوفة دي ناقص 3 دي بيساوي دي، عايز أجيب س زائد ص. طب نضرب، أدي 2 في س ب2 س، وأدي 2 ص، ناقص هكتبها زائد بس أضرب دي في سالب 3 تبقى سالب 3 س سالب 3 ص. كل ده بيساوي 3 وسالب 2. نجمع كده المصفوفتين دول، يا اما اجمع هيبقى 2 س ناقص 3 س يبقى سالب س، 2 ص وسالب 3 ص يبقى سالب ص. نساوي كل عنصر بنظيره، يبقى ده بيساوي ده، سالب س بيساوي 3 وسالب ص بسالب 2.
نقسم على -1 يبقى س بسالب 3 وصاد بيساوي 2. جبنا س والصاد، هو عايز س زائد صاد. س بسالب 3 زائد 2 يبقى الإجابة -1، يبقى الناتج -1. فهمنا عملنا إيه؟ طيب ناخد سؤال تاني. بيقول لي هنا س مضروب في المصفوفة دي، عنصر مضروب في المصفوفة دي، وده مضروب في المصفوفة دي، بيساوي ده. عايز أجيب س زائد صاد، نفس الكلام على مهلنا. أدي س هيتضرب، هيبقى عندي هنا لما يتضرب الس ده هتبقى س وصفر وسالب س وموجب 2 س. طب زائد هضرب هنا صاد، تبقى صفر وصاد و2 صاد وسالب صاد بيساوي 2 1 0 3. أبدأ أجمع كده. عندنا هنا هتبقى س وصفر يبقى س، صفر وصاد يبقى صاد، سالب س و2 صاد يبقى سالب س زائد 2 صاد. أدي 2 س ناقص صاد وأدي 2 س ناقص صاد. نساوي كل عنصر بنظيره، يبقى س بيساوي 2 وصاد بيساوي 1، وكمان المعادلة دي سالب س زائد 2 صاد بيساوي 0، وكمان 2 س ناقص صاد بيساوي 3. عندي هنا أنا س ب2 والصاد ب1، لو أنا عوضت بيهم كده هيبقى سالب 2 زائد 2 في 1 ب2 يبقى 0. بتحقق. يبقى إذا خلاص لازم المعادلات كلها بتبقى تحقق. يبقى س ب2 وصاد بكام؟ ب1، وعايز س زائد صاد يبقى 2 زائد 1 يبقى الإجابة كام عندي؟ 3. مديني هنا مصفوفة أ ومصفوفة ب، وبيقول لي 2 أ زائد 3 ب بيساوي كذا. عايز أجيب س ناقص صاد. طب بيقول لي 2 أ زائد 3 ب بيساوي المصفوفة -1 7 0 8. طيب نبدأ كده نعوض. 2 هضربها في أ، يبقى أ هضربها في 2 تبقى 2 س، تبقى 4، تبقى 2 ص ناقص 2 تبقى 2. ضربت أ في 2 كل عناصر أ، زائد أضرب بقى في 3 تبقى 3 في 3 يبقى 9، تبقى 3 تبقى -12 تبقى 6 بيساوي -1 7 0 8. نجمع كده 2 س زائد 9، 4 و3 يبقى 7، 2 ص ناقص 2 وسالب 12 يبقى 2 ص ناقص 14، 2 و6 يبقى 8. كده السؤال خلص. نساوي كل عنصر بنظيره. 2 س زائد 9 بسالب 1، 2 س زائد 9 بسالب 1. نودي بعكس الإشارة يبقى 2 س بسالب 10 يبقى س بيساوي -5. نساوي ده بده يبقى 2 ص ناقص 14 بيساوي 0، يبقى 2 ص بيساوي 14 نقسم على 2 يبقى ص بيساوي 7. هو عايز يجيب إيه؟ س ناقص ص. س ناقص ص، س -5 ناقص 7 يبقى الإجابة -12، يبقى الناتج -12. مديني هنا المصفوفة دي زائد 4 في المحايد بيساوي دي. طيب بالراحة كده، المصفوفة دي على نظم كام في كام؟ 2 في 2. دي عملية إيه؟ جمع. عشان تبقى عملية الجمع ممكنة لازم دي على نظم 2 في 2. يبقى أول حاجة هكتب كده 2 5 3 -3 زائد 4 في مصفوفة الوحدة. الوحدة عاملها 2 في 2. عرفنا ليه عملناها 2 في 2؟ عشان عملية الجمع ممكنة فلازم تكون 2 في 2 بيساوي أ ب ج د. طيب شوف كده، هضرب دي 4 في المصفوفة بتاعتنا. اما اضرب في 4 هتبقى شكلها كده، تبقى دي عندنا 4 ودي هتبقى 4. نبدأ نجمع كده 2 و4 يبقى 6، 5 و0 يبقى 5، 3 و0 يبقى 3، -3 موجب 4 يبقى ب1. جمعت المصفوفتين دول بيساوي أ ب ج د. يبقى أ ب6، ب ب5، ج ب3، د بيساوي 1. يبقى أ زائد ب زائد ج زائد د. أبدأ أجمع، هقول له كده 6 زائد 5 زائد 3 زائد 1 11 وده 4 يبقى 15. يبقى الإجابة 15. بيقول لي هنا المصفوفة دي أ ودي ب. قبل ما أحل ولا أعمل أي حاجة هاجي آخد أ كده أبدأ أختصرها. إحنا أخدنا تاء أس 5 اللي هي تاء أس 4 في تاء، يبقى دي تاء زائد 1. تاء أس 44 تبقى الاسم على 4 الأس يبقى ب1.
تاء أس 4 ن دي بواحد، سالب واحد على الواحد يبقى سالب واحد. تاء أس 10 اللي هي تاء أس 8 في تاء أس 2، تاء أس 8 في تاء أس 2 دي بواحد، تاء أس 2 بسالب واحد. ناخد المصفوفة باء برضو نختصرها. تاء أس 7 اللي هي تاء أس 4 في تاء أس 3 دي بواحد، ودي سالب تاء يبقى سالب تاء. تاء أس 60 تقبل الاسم على 4 يبقى بواحد، بس في سالب بره يبقى سالب واحد. تاء أس 8 ن أو سالب 8 ن تقبل الاسم على 4 يبقى بواحد. تاء أس 20 تقبل الاسم على 4 يبقى بواحد، يبقى 2 في 1 ب2. هو عايز يجيب أ زائد باء، كده السؤال سهل. أ زائد باء هيبقى تاء زائد واحد زائد المصفوفة التانية اللي هي باء سالب تاء سالب واحد وواحد واتنين. نبدأ نجمع بقى. تاء زائد واحد وسالب تاء يبقى موجب واحد، واحد وسالب واحد يبقى صفر، سالب واحد واحد يبقى صفر، سالب واحد واتنين يبقى واحد. طلعت معانا مصفوفة الوحدة، يعني ممكن نلاقي في الاختيارات الرمز ده كده، مصفوفة الوحدة. خلص السؤال على كده. الجزئية دي كده ركزوا فيها. بيقول هنا إذا كانت المصفوفة دي هي مصفوفة صفرية على نظم 2 في 3 يبقى دي مصفوفة صفرية. بيقول لي المصفوفة دي زائد الصفرية، احنا قلنا الصفرية دي محايد لعملية الجمع، يبقى تطلع دي زي ما هي، يبقى 4 صفر سالب 3 سالب 1 5، يبقى الإجابة دي. نديله مصفوفة أ زائد مصفوفة ب وعايز يجمعهم، نجمع يبقى سالب 4 و2 يبقى الإجابة سالب 2. 8 وسالب 4 يبقى 4، سالب 5 و5 يبقى صفر، يبقى دي الإجابة بتاعتنا. بيقول لي هنا المصفوفة دي زائد مدور دي بيساوي إيه؟ طيب المصفوفة الأولى عندي سالب 5 سالب 2 4 7 زائد، مش زائد دي، زائد مدور دي، ندور دي، الصف ده نخليه عمود، الصف ده نخليه عمود. نجمع كده، سالب 5 و6 يبقى 1، سالب 2 وموجب 2 يبقى صفر، 4 وسالب 4 يبقى صفر، 7 وسالب 6 يبقى 1. ادتني مصفوفة الوحدة. بيقول لي المصفوفة دي زائد المصفوفة دي هتديني الوحدة، عايزين نجيب باء. طب يبقى باء بتساوي الوحدة ناقص اللي عندنا دي. تمام. عشان تبقى عملية الطرح ممكنة لازم يكونوا على نفس النظام، ده على نظام كام في كام؟ 2 في 2، يبقى الوحدة دي هعملها على نظام 2 في 2. يعني لو أنا شلت الوحدة دي كده، ركزوا معايا، هكتب بدلها إيه؟ 1 1 0 0. طيب ممكن نطرح أو ممكن نعملها بخطوة تاني، يعني ممكن نقول كده أهو باء تساوي 1 0 0 1، بدل ناقص دي ممكن أكتبها زائد، وأضرب دي في سالب، تبقى سالب 5 سالب 1 سالب 4 سالب 1، تبقى 1 وسالب 5 يبقى سالب 4، 0 وسالب 1 يبقى سالب 1، 0 وسالب 4 يبقى سالب 4، 1 وسالب 1 يبقى 0. ندور كده في الإجابات على دي اللي هي باء، وخلص السؤال على كده. بيقول لي هنا المصفوفة بتاعتنا دي اللي هي 5 وسالب 3 زائد 3 في، مش في دي، في مدور دي. طب ندور دي، الصف نخليه عمود، يبقى 5 وسالب 3 أضرب دي في 3 تبقى 3 وسالب 6. نبدأ نجمع بقى، 5 و3 8، سالب 3 وسالب 6 يبقى سالب 9، يبقى 8 وسالب 9. الجزئية اللي جاية دي مهمة جدا فركزوا فيها. بيقول لي المصفوفة ألف، ألف زائد معكوسها الجمعي هيديني إيه؟ مش هيديني صفر، هيديني مصفوفة صفرية. ألف مصفوفة على نظم 2 في 3، وباء هو معكوسها الجمعي المصفوفة ألف، فإن باء على نظم كام؟ معكوس جمعي، مش بنغير النظم، بنغير إشارة بس، إشارة المصفوفة كلها. يبقى إذا المعكوس الجمعي هيبقى على نفس النظم، ألف على نظم 2 في 3 يبقى معكوسها الجمعي على نظم 2 في 3. ألف مصفوفة على نظم 2 في 3، بيقول لي ألف على نظم 2 في 3، وباء على نظم، باء على نظم 2 في 2، وجيم على نظم 3 في 2. فأي العمليات الآتية معرفة، يعني أقدر أعمل عملية إيه من دول؟ جمع ولا الطرح ولا إيه بالظبط؟ بيقول لي ألف زائد باء، ينفع أجمع ألف زائد باء؟ لا ما ينفعش. طب باء ناقص جيم؟ ما ينفعش، مش على نفس النظام. طب ألف زائد جيم مد، ألف 2 في 3، طب جيم مد هيبقى 2 في 3، عملية الجمع هنا ممكنة، لأن دي 2 في 3 ودي 2 في 3 اللي هي جيم مد. طيب شوف سؤال تاني. بيقول لي ألف زائد ألف مد بيساوي مصفوفة صفرية،
فإن أ مصفوفة إيه؟ ركزوا معايا. أخدنا معلومة مهمة جدا، لما يقول لي المصفوفة بتاعتي متماثلة يبقى أ تساوي أ مد. لو قال لي شبه متماثلة يبقى أ بتساوي سالب أ مد. فهنا لما أجي أجمع أ زائد أ مد في الحالة دي، لو شلت أ مد أحط سالب أ يبقى يديني مصفوفة صفرية مش صفر. يبقى أ زائد أ مد بيساوي المصفوفة الصفرية، يبقى أكيد أ دي متماثلة، سوري شبه متماثلة. لكن هنا بقول أ زائد أ مد الاتنين قد بعض، لو شلت دي هكتب أ يبقى 2 أ أو 2 أ مد لأن بيساووا بعض. طب زي هنا أ مصفوفة شبه متماثلة، هو قال لي شبه متماثلة، يبقى دي تساوي دي بعكس الإشارة، يبقى لما أطرحهم يديني صفر. مفيش حاجة اسمها صفر، اسمها مصفوفة صفرية لأن دي مصفوفات. طيب أ مصفوفة متماثلة. طب ما دام متماثلة يبقى أ بتساوي أ مد، يبقى نص أ زائد أ مد اللي هو عايزها، أقول له نص، هقول أ. لو أنا شلت أ مد أكتب أ تاني، فيبقى نص، نجمع أ وأ يبقى 2 أ، نختصر يبقى الناتج هيبقى أ بس، يبقى الناتج أ بس. طب إيه اللي ساعدني كلمة متماثلة؟ إن أ وأ مد قد بعض. بيقول لي س مد مد ناقص س مد مد اللي هو مصفوفة س ناقص المصفوفة س، أي مصفوفة ناقص نفسها يديني مصفوفة صفرية مش صفر مش صفر. هو عايز يوصل للمعلومة دي. أ وباء لهم نفس النظم، فإن أ ناقص 2 باء عملية الطرح بتديني نفس النظم، يبقى م في ن برضه. جمع والطرح يدينا على نفس النظم. بيقول لي أ وباء مصفوفتين على نظم 3 في 2، يبقى أ زائد 5 أ زائد 3 باء اللي جوه دي هتبقى على نظم كام؟ 3 في 2 برضه عملية الجمع. بس هو بيقول لي المصفوفة مدورها بقى هيبقى على نظم كام؟ هتبقى 2 في 3. يبقى لو مش كاتب دي كنت هقول له 3 في 2، لكن عايز المدور على نظم كام. بيقول لي أ زائد باء، أ مد زائد باء مد بكذا، فعايز يجيب القيمة دي. هو عايز يجيب قيمة إيه؟ 2 في أ زائد باء الكل مد. ما دي معناها إيه؟ دي معناها 2 في أ مد زائد باء مد. مش إحنا بنوزع دوّة؟ طب أ مد زائد باء مد عندي، خلاص يبقى أضرب المصفوفة اللي عندي في 2 يبقى ده الناتج بتاعنا. هيبقى ده 2 تبقى صفر تبقى 6 تبقى -2، أدوّر في الاختيارات على دي أهي ج. بيقول لي أ بكذا وأ زائد باء مد بكذا، عايزين نجيب المصفوفة باء. طيب أدي عندي أ زائد باء الكل مد يساوي 3 -2 1 -4. هاجيب مد للطرفين، هيبقى أ زائد باء هتدينا إيه؟ 3 -2 صف خلينا عمود 1 -4. طيب أنا عايز أجيب المصفوفة مين؟ عندي أ عايز أجيب باء، أودي أ بعكس الإشارة يبقى باء بيساوي 3 1 -2 -4 ناقص أ، يبقى باء تساوي 3 1 -2 -4. بدل ناقص أكتب زائد بس أضرب أ في -1. أ اللي عندي دي هضربها في -1 تبقى -1 موجب 3 موجب 1 -2. نجمع بقى هتديني باء 3 وسالب 1 يبقى 2 1 و3 4 -2 و1 يبقى -1 -4 وسالب 2 يبقى -6. دي مصفوفة مين دي؟ باء. يبقى دي باء ويبقى الإجابة خلصت على كده. فهمنا عملنا إيه؟ أتمنى نكون استفدنا. شكرا.